ازيكم يا جماعه؟ في الواقع انا بقى عندي يوتيوب شانل، وكنت قاعده بفكر في طريقه مبتكره جدا بقى عشان اخليكم تعملوا لي سبسكرايب، واي حد يشوف الفيديو يدخل يعمل لي سبسكرايب. لقيت ان في كذا طريقه ممكن اعمل بيها ده. في مثلا طريقه التسول، الشحاته الرخيصه في لم المتابعين. انا املي في ربنا كبير وفيكم تعملوا لي سبسكرايب عشان مصير عيلتي. انا حرمت نفسي من حاجات كتير قوي عشان ابقى معاكم دلوقتي، فكست لصحابي كتير ومرضتش اروح اكل شاورما في الكوربه عشان اعمل لكم فيديو. سبسكرايب واحد هيفرق، اتبرع ولو بلايك. وبعد كده قلت اصلا هو انا بعمل ايه؟ يعني انا مين التارجت اودينس بتوعي؟ يعني اللي بقدمه ده موجه لمين؟ البنات، يعني اكمني بنت بقى وكده وفهماهم ايه اكمني دي. ازيكم يا بنات؟ حلقتنا النهارده عن الناس اللي بتقول علينا منافسين. احنا مش منافسين، عمر البنات ما كانوا منافسين على فكره. انا مثلا عندي واحده صاحبتي نجحت، جابت تقدير، عارفه عملت ايه؟ رحت وباركت لها، مع انها كانت غشه. كل المنهج كان برشام في جيبها وكل المعيدين كانوا بيساعدوها، وانا اللي كنت بذاكر لها اساسا. دي ولا فالحه ولا بتفهم اي حاجه اساسا، وفي الاخر تجيب اكتر مني. بلاش نتكلم على حد، بس عامه يعني البنات مش منافسين. ولا استهدف الشباب. ازيكم يا شباب؟ انت كولد هنا في مصر في كلمه بتسمعها كتير قوي، انتوا كلكم زي بعض، انت مش بتهتم. على فكره طب ما هي زنان، هي نكديه. ما هو انت هي لو مش زنانه بتحب النكد والرغي كل شويه انت كنت هتبقى مهتم. انت مش غلطان. هو انت كنت رحت خنتها من شويه؟ انت مش غلطان. هي زنانه، هي اللي زنانه بجد، انت مش غلطان. وبعدين قلت ايه كل الرغي ده بجد والله؟ طب ما كان ممكن اقول لو عجبك فيديوهاتي اعمل سبسكرايب. لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا، سبسكرايب، شوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.